مثل مدرب المنتخب التنزاني عادل عمروش اليوم الخميس أمام لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اتهم خلالها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسا. وكانت تصريحات عمروش قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبرت إهانة للكرة المغربية واتحادها. ويأتي استدعاء عادل عمروش إلى لجنة التأديب بعد أن تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى ضده طالب فيها باتخاذ إجراءات تأديبية بحقه. من جهته أعرب رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم ولاس كاريا عن رفضه لتصريحات عمروش، مؤكدا أن الاتحاد لا يؤيدها. وقال كاريا: نحن نحترم المغرب لعمله الشاق في تطوير كرة القدم، وسنرى ما يجب القيام به فيما يتعلق بتصريحات المدرب المتهورة والمستفزة. وأضاف: سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عمروش بعد أن نسمع ما سيقوله أمام لجنة التأديب، ومن المتوقع أن تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن عمروش خلال الأيام المقبلة.